السلام عليكم حبيباتي. اليوم راح نديرو مع بعض هاد الوصفة. نروحو للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 3 كيلات تاع سميد. ها هو انا استعملت هاد الكيلة. عندي سميد متوسط، انا استعملت مولة. هنا ندير عليه 3 مغارف تاع فرينة، بيان سور نغربلها. هنا السميد تكون ديجا غربلته. هنا نزيد عليه مغرف تاع ملح صغيرة. هنا دايما الملح يود حسب الذوق. هاي ماش عامرة بزاف. هنا ندير مغرف تاع لافاني. هنا كما كتشوفوا ما درتش السكر، دوك نديرها في المرحله المواليه. هنا عندي كيله تاع مارغرين، انا استعملت ماني، وزدت كملت فيضت الكيله بالزيت. انا نليق الكيله تاعنا تكون فايضه كيما هكا. انا بيان سور المارغرين تاعي دافيه. انا نبسس السميد تاعي لمده واحد 2 دقائق ولا 3 غير نلمه. ايوا ندخل هذيك الزبده غايه في المكونات. انا كما راكم تشوفوا هنا ما درتش المغرف تاع السكر، دوك من بعد نديرها مع الماء. انا نحكها هكا غايه. انا ما تبالغيش في التبساس كيما هكا. انا ندخل الزبده تاعي كاع في هذوك الحبيبات تاع السميد كيما هكا. هنا سي بون صايي. انا نلم السميد تاعي كيما هكا، نديرها بجهه. انا للامانه بيته ليله كامله، وهنا اللي بغات تبسها صباح وتخدم به في المساء معليش، لكن الاختيار. انا نلم السميد تاعي كيما هكا، نغطيه بصاشي وندير فوقه سربيته ونخليه يبات ليله كامله. دروك نروحو نحضروا مع بعض الحشو. هنا انا استعملت اللوز، درت 3 كيلات تاع لوز. انا بيان سور اللوز تاعي كنت قليته ورحيته في الرقيق. انا قليته غير شويه ورحيته في الرقيق كاع. درته في الاشوار ورحيته غايه. انا ندير كيلة الا ربع، الا ربع تاع سكر كلاص. ما ديري السكر عادي. انا السر باش الحشو ما يجيكش يابس ديري سكر كلاص. ها هو سكر كلاص. انا نبدل الريسيبيون باسكو جاني اصغر. انا نخلط هاد السكر مع اللوز ونبدا نجمع هنا اللي بغات دير القرفه دير القرفه، انا ما نبغيش القرفه. وهنا نجمع بالمزهر. انا نعجن الحشو تاعي غايه كيما هكا بالمزهر. انا اللي بغات دير لافاني دير لافاني. ها هو هذا هو القوام اللي اللي باغيته. انا يبالكم باللي راه جاري، مي دوك من بعد داك اللوز يتشرب السوائل كيما هكا. نخليه يرتاح ونروحو نكملوا باقي الوصفه. هنايا بعد هذه الغدوه ان شاء الله. ها هي الكيله تاعنا تاع الماء. درت فيها الملعقه تاع السكر اللي ما درتهاش في السميد، وكملت الكيله تاعي تاع الماء بالمزهر. هنا هو السميد تاعي بعد ما بات ليله كامله. شوفوا حبيباتي، انا دروك نبدا نشرب في السميد كيما هكا. انا ما نعجنش، انا غير نلم العجين تاعي كيما هكا. انا ندير نصف الكميه تاع الماء، نخليه يرتاح نص ساعه ونعاود نكمل الكميه الاخرى. دوك تشوفوا معايا. انا نلمه كيما هكا. نبدا شو راني نفتل فيه كيما هكا. هنا نزيد شويه ماء وهنا نخلي الكميه الاخرى من بعد. انا نخليه يتشرب ومن بعد نرجع معكم. هنا هو السميد تاعي بعد ما تشرب لي نص ساعه. شوفوا حبيباتي كي تشرب. انا دوك نزيد الكميه تاع الماء اللي بقات لي. ها هي انا سي بون.
هذا هو القوام اللي انا نحوسو عليه. ها هي عجينه طريه، هنا تبان لكم باللي راها شاربه الماء بزاف. دوك لو طون لي نوجد صوالحي نلقاها هذيك هي. هنا نغطيها نخليها ترتاح. ها هي بقات لي قد مغرف تاع ما. بالنسبه للحشو انا درتها 12 غرام. انا جيب الميزان تاعك ووزني باش يجي كاع كيف كيف. والعجينه درتها 45 غرام. ها هي الحشو درتها 12 غرام والعجينه درتها 45 عفوا 45 غرام تجيك هذيك هي. ها هي العجينه دروك يجي واحد المقروض يذوب ذوبان في الفم. انا درت لكم بكل اسراره. انا نجيب بلا ونبدا نشكل في الكرات ومن بعد نبدا نطبع فيها. هنا كلي تبغي تكور وتطبع هنا كلها وكيفاش مي باش تسهل لك الخدمه. وجدي هكا في البلا ومن بعد ابدي تطبعي فيه باش تجيك الخدمه تاعك نقيه. هنا سي بون دروك صايي نبدا نشكل في الحبات تاوعي. انا نحل العجينه تاعي كيما هكا ونخرج منها الهواء كيما هكا نكورها غايه ونبدا نطبع فيها كيما هكا. ها هي هنا ديري اي طابع يكون عندك. انا استعملت هذا وانت ديري اي نوع تاع طابع يكون عندك. هنا مام تنجمي ديريه مقروضات ديري حربوش وتقطعيه. هنا لك الاختيار. انا نزيد معكم حبه واحده اخرى. انا شوفوا العجينه كي راها جات ولا اروع. هنا خرجيه منها الهواء كيما هكا كوريها غايه وطبعي كيما هكا. شو الحبه كي تجي انا قبضي هكا في الوسط باش ما تخسرلكش ما تعوجلكش. انا بيان سور هاو البلا تاعي الاول بعد ما كملته. انا بيان سور نشعل الفرن على 160 درجه. هنا نثقبه في الوسط. هنا نطيبه ونجو نعسلوه مع بعض. ها هو هنا بعد ما طاب لي حبيباتي. هنا عندي كاسرونه راني دايره فيها الحسل حامي ودرت معاه كاس تاع مزهر. وهنا هذا الريسيبيون اللي دايره فيه كميه من الحسل بصح بدون اضافات. انا راني نعسل على دو فوا. هذاك راه ساخن اللي ملي في الكاسرونه وني دايره فيه كاس تاع مزهر وهذا راني دايرته بدون اضافات. ها هو تما راني نعسل فيه على دو فوا. انا نجيب ريسيبيون هكا ولا بلا ونبدا نحط في الحبات كيما هكا بيهم بالحسل تاعهم باش يتشربوا هذيك الكميه تاع الحسل اللي راها فيهم كيما هكا. انا خليته بات ليله كامله حتى الغدوه عاد درته في الكيسات تاعه. انا هو المقروض تاعي بعد ما درته في الكيسات. شوفوا حبيباتي كي جا وزينته بهذا التزيين. هنا دائما كما نقول لكم التزيين يبقى اختياري. زيني كيما تبغي. هنا بيان سور نجيب الخدمي نفتح معكم الحبه. شوفوا كي جا حبيباتي. هنا بلا ما نضغط نفتحت وحدها. شوفوا كي جا ولا اروع. شوفوا الحشو كي جا معسل. شوفوا راه معسل للقلب وراه طايب غايه. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم. مع السلامه حبيباتي الى الملتقى ان شاء الله. ما تنسوناش بجام ومع السلامه. باي باي.